أهلين، كيفكم؟ رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. إن شاء الله اليوم أقدر أجاوب على كل الأسئلة اللي جاتني في التعليق على تيك توك. أول شيء كل الناس يقولوا لي إيش اسم المنتجات اللي حطيتها في السطل. يعني اليوم راح أشارك معاكم بأدق التفاصيل وأتمنى أفيدكم في المنتجات اللي هي عندي. أغلب الأسئلة اللي جاتني على الطين، يعني هل هو نحطه على الشعر وليش يفيد وكيف وين لاقيه أصلي ولا مو أصلي، يعني موجود هنا بالسعودية ولا مو موجود. الصراحة شوفوا، أنا المنتجات كلها هذه أنا جايباها معايا من المغرب، ماني شارية ولا شيء إلا الصابون المغربي أشتريه من هنا. بس المنتجات هذه عمري ما جربتها، عشان أكون معاكم واضحة عمري ما جربتها هنا. أول شيء عندي هنا نوعين غسول، احنا نسميه غسول، يعني الطين المغربي نسميه في المغرب غسول. هدول أنا مصلحتهم في البيت، يعني بأعشاب. واحد بالورد يمكن خزامة، والله نسيت، المهم بأعشاب للشعر، وواحد كمان بأعشاب مختلفة. وهذا هنا طين أبيض أحطه ماسك على الوجه وممكن حتى على الجسم كله، يعني مع موية، ممكن مع حليب، ممكن مع زبادي كده، يعني انتوا تتفننوا في الماسك هذا. بس هو طين تاخذوا ملعقة أو ملعقة ونص وتضيفوا عليه الأشياء اللي انتوا حابينها. بنات، الطين مهم ومفيد للجسم وللشعر. هو ينظف أول شي فروة الشعر. زمان في المغرب كانوا يحطوا أعشاب مع الطين ويخلوها على الشعر لمدة أسبوع، تخيلوا، ممكن أسبوع، ممكن أقل، ما أدري. وللحين يصلحوها في بعض المناطق في البادية، يعني شعرهم ما شاء الله، يعني فوائده مرة كتيرة. وهنا نجي للنيلة الزرقاء. النيلة الزرقاء عندي صابون نيلة زرقاء، وعندي قماش، وعندي نيلة هي باودر، يعني استخدمها للماسكات، للجسم، للوجه، لكل شيء. هذه صابونة بالنيلة، صراحة تعطي لمعة وتصلح للبشرة الدهنية أكتر، يعني تنشف البشرة إذا كان عندك دهنيات فيها. وهذه باودر للجسم، أسوي بها ماسكات للجسم. وهذه عشان الوجه، أسوي بها ماسكات للوجه، يعني هذه خصيصا للوجه عشان ما يتحسس، أسوي بها ماسكات مع زبادي. المهم بعدين راح أشارك معاكم. وهذا قماج مشترياه جاهز للجسم كله، قماج بالنيلة، يعطي لمعة، رطوبة، يلين البشرة، بس أكيد بعد الحمام المغربي مو قبل الحمام. بنات، الأشياء هذه تحتاج مداومة، إحنا نهمل حالنا صح، بس الأشياء هذه يبغالها وقت ومداومة وصبر، حتى لو ما أعطتك بياض تعطيك لمعة، يعني تفيدك. وهنا نجي الكنطة، جاتني عليها أسئلة لإيش استخدمها وهل هي مفيدة، وكمان جاتني على الشيرلي. نبدأ بكنطة. كنطة أنا أحطها في المناطق الحساسة، زي ما تعرفون هي زي سودو كريم، يعني للأطفال، مخصصة للأطفال. فهي ما تعطي بياض، الناس اللي يتكلمون إنها تعطي بياض مرة، لا، هي تنظف المنطقة. إذا عندك حكة يعني تودين بالصابون المنطقة الحساسة، وبعدين تنشفين كويس وتحطين منها توزعي على المكان هناك. فهي يعني تشيل الروائح، تشيل الحكة، فكويسة، واستخدمها حتى تحت الإبط صراحة، وتخلي ريحة كويسة ومفيدة، يعني أنا أحسها مفيدة. بالنسبة بالنسبة لشيرلي، فشيرلي تعطي بياض للمناطق الحساسة، تعطي بياض عن تجربة. وهنا كحل بالأعشاب طبيعي، لما تكون عيوني تعبانة أحطه كمان من المغرب، وحلو يعني يصلحون بالإيد. والأرواج هذه كل الناس تعرفها وموجودة في كل مكان، أرواج السحرية زي ما تسموها، احنا نسموه العكر الفاسي في المغرب. بنات، هذا ما أستغنى عنه، هذا الحب، هذا سنين وأنا أستخدمه. بعض الناس يقولون إنه يزرق الفم، إنه مو كويس للفم، هذا يعطيكي توريد ناعم وطبيعي، صراحة أعشقه. بعدين أوريكم طريقة استخدامي ليه. وهنا نجي للحجر هذا. جاتني تعاليق إنه يقولوا مو كويس ويخشن الرجل ولا تستخدموه وكل شي. شوفوا،
أنا أقسم بالله عن تجربة، مو سنة أو سنتين، ترى حياتي كلها وأنا أستخدم هذا. كمان ما أستغنى عنه الصراحة. وآسفة على المنظر، هذا مو وسخ، ترى هذا صابون مغربي لأنه لونه بني، لما أحطه على رجلي أفرك به فيلزق على الحجر. زي ما تشوفوا أنا ما أستغنى عنه، حتى أجيب معايا زيادة. وهنا أشارك معاكم الفازلين المغربي اللي أنا يعني مؤخرا اكتشفته من عند ماما، ويعني صار لي يمكن 5 سنوات أو 4 سنوات وأنا أستخدمه. خيال خيال خيال. بعدين أوريكم كم علبة عندي عشان تعرفوا، يعني غير العلب اللي أنا كبيتها. هنا نيجي للطريقة، بعد ما نفرك رجولنا نحط عليها فازلين ونلبس جوارب بالليل، والصبح شوفولي اللمعة وشوفولي النعومة. وكمان هذه الليفة للظهر زي ما قلت لكم، اغلبكم ما يعرفونها، فاغلب الناس يقولون وشو احنا ما نعرف الليفة يعني حقة الدار، احنا كمان عندنا. ترى يا جماعة الليفة المغربية تختلف عن الليفة حقتكم يعني. فاذا سويتوا حمام مغربي في البيت، مين راح يفرك لكم ظهركم؟ ضروري تكون عندكم الكيس هذه حقة الدار عشان تسووا بيها تقشير للظهر. هذه مهمة وضروري انها تكون عند كل واحدة عشان لما تسوي حمام ما تحتاجي لأحد يساعدك في الحمام. وهنا أشارك معاكم الليفة العادية اللي انتو تعرفونها. صراحة هذه اللي وسط أعشقها لأنها تطلع الجلد الميت، يعني الوسخ زي ما نقول احنا. وهذا خيط اللي فيها، راح تشوفوني كرفتها كرف بس كويسة للجسم. كمان دايما أجيب معايا زيادة، هذا اسمه كيس للعروس، معروف وحلو وكويس. وهنا وصلت لنهاية الفيديو هذا، وإن شاء الله أكون جاوبت على كل الأسئلة. ويا هلا فيكم ويا مرحبا، أي سؤال اكتبولي بس في التعليق، وإن شاء الله أشارك معاكم طريقة الحمام المغربي في المنزل بدون خيمة، وطريقة مبسطة. لهنا أقول لكم مع السلامة، وشكرا على الكلام الحلو اللي في التعليق، ومع السلامة، الله يوفقكم وكل سنة وانتم طيبين.